اموت انا في الافلام الرخيصه الممتعه دي. المهم الفيلم بيبدا كالعاده بشله اصحاب بيقضوا وقت ممتع جدا، وبعد ما بيطلعوا من الميه بيقفوا شويه على الشاطئ علشان خاطر يشربوا ويريحوا شويه، وقتها بيهجم عليهم واحد من اكل لحوم البشر، والوحش بيقدر انه يقتل بنت منهم. بس باقي الشله بتطلع تجري يمين وشمال، وهم بيجروا في الغابه واحد منهم بيتمسك وبيتضرب برمح بيخترق مخه، والتاني سايق الحظ بيكون بيجري بسرعه علشان خاطر خايف من الوحش، ولكنه بيدوس على فخ وبيطلع من الارض مصيده بتقسمه ل3 حتت. وطبعا في المواقف دي محدش بيعيش غير البنات، وفعلا بتكون اخر واحده من الشله اللي هي أليكس مستخبيه من الوحوش. وهنا احنا مش بنعرف ايه اللي حصل لها ولا هي راحت فين، وبنطلع على سجن، وفي سجن كده في حته غريبه بيكون في 2 مساجين اسمهم بويل وتشافز او تشافي، يعني هو اسمه غريب شويه فاحنا هنقول عليه تشافي. الاثنين دول بيكونوا بيتفقوا على طريقه علشان خاطر يهربوا بيها من السجن. في الوقت ده المأمور بيقول للضابط نت انهم هينقلوا شويه مساجين من السجن ده لسجن تاني عليه حراسه مشدده شويه، علشان خاطر في ناس بتحاول تهرب من هنا. وفعلا بيكونوا الاثنين اللي كانوا هيهربوا من السجن من ضمن المجموعه اللي هتنتقل للسجن التاني، وبتربطوا كويس من ايديهم هم والمساجين التانيين، وبيطلعوا على اتوبيس الترحيلات، وبيكون مع الترحيلات الضابط نت وواحد صاحبه. وبنروح بقى القريه قريبه من السجن ده، وبنشوف هناك واحده ضابط اسمها نيل تتكلم مع المأمور وبتقول له ان في 4 شباب اختفوا في الغابه من كام يوم، ولحد دلوقتي ما لهمش اي اثر. فبيقول لها المأمور ان هو هيبقى يبعت دوريه كمان شويه تدور عليهم. ولما الدنيا بتليل بتكون العربيه في طريقها للسجن التاني، ولكن وهي في السكه بيحصل عطل في العربيه، فبتنزل العربيه على السجن اللي في القريه اللي احنا شفناه من شويه علشان خاطر يدخلوا المساجين السجن لحد ما يصلحوا العربيه. ولما بيروحوا هناك بينزل المأمور بتاع القسم علشان خاطر يسلم على نت، وبعد كده بنقولوا المساجين للسجن اللي جوه علشان خاطر يصلحوا العربيه. وبنشوف في الوقت ده الوحوش اللي كانت موجوده في اول الفيلم وهي في الغابه. بيكون في واحد صغير منهم شويه بيحاول انه يعمل فخ في وسط الغابه للضحيه اللي جايه، ولكن بالغلط بيقع في الفخ ده، وبيجي واحد كبير علشان خاطر يساعده يطلع منه. وبنعرف ان المكان ده فيه اكتر واحد من اكل لحوم البشر. وبعد ما الاتوبيس بيتصلح نت بياخد المساجين وبيتحركوا وبيمشوا على طريق مختلف بعيد عن الطريق الرئيسي علشان خاطر لو حد جاي يهرب المساجين دول يكونوا بعيد عنه، ولكن للاسف الطريق ده قريب من الغابه اكتر. وبيطلعوا على الطريق وبيفضلوا ماشيين شويه، وقتها بيلاقوا عربيه جايه من وراهم وعماله تخبط فيهم من الجنب ومن ظهر الاتوبيس، لحد ما بتطلع العربيه دي قدامهم وبترمي عليهم سلك شائك بيفرتك الكاوتش تماما، والاتوبيس اللي فيه بيتقلبوا في الغابه. وبعد ما الاتوبيس بيتقلب بينزل من العربيه واحد من الوحوش وبيتاكد ان كل اللي في الاتوبيس ماتوا، وبعدها بيمشي من المكان. ولكن في الاتوبيس بقى بيكون مفيش حد حصل له حاجه، وغالبا الوحش ده نظره ضعيف، والمساجين بيقدروا بسهوله انهم يخرجوا من الاتوبيس. وقتها تشافي بيهجم على الضابط نت وبيضربه وبياخد السلاح بتاعه وبيهدده انه يطلق سراحهم ويفك كلبشات والا هيموت. ووقتها بيدخل نت على الاتوبيس، وهناك بيلاقي ان الاتوبيس بيولع وصاحبه واقع مصاب، فبياخد صاحبه وبيطلع يجري من الاتوبيس بسرعه، والاتوبيس وهم بيجروا بينفجر. ولما بيطلع نت من الاتوبيس بيهجم عليه تشافي وبيلاقي في جيبه المفاتيح، فبياخدها وبيفك كلبشات الايد. ولما بيحاول يفك كلبشات رجليه بيلاقي ان المفتاح مش راضي يدخل. فوقتها نت بيقول له ان كلبشات الايد غير كلبشات الرجل، والاثنين ما لهمش مفتاح واحد، وان مفاتيح الرجل غالبا موجوده في الاتوبيس اللي انفجر من شويه. وبعدين مش بيلاقوا حل، فنت بيقول لهم ان الحل المثالي دلوقتي هو انهم يرجعوا على الاسم او يحاولوا يدوروا على برج مراقبه قريب ويطلبوا المساعده من اللاسلكي اللي فيه، ومش بيلاقوا حل غير كده. فبياخد نت صاحبه والتر وبيمشوا الاول. ووقتها وهم ماشيين بتهجم عليهم أليكس بتاعت اول الفيلم، وبعد ما بيهدوها لانها كانت فاكراهم وحوش وعشان كده كانت عايزه تقتلهم، أليكس بتهدى وبتقول لهم على اللي شفته في الغابه اليومين اللي فاتوا. ولما الجماعه مش بيصدقوها بتحاول تقنعهم باي حاجه، وبتقول لهم ان المفروض يكون في اي حيوانات في الغابه دي، وخصوصا ان كل الاماكن اللي حواليها من بعيد فيها انواع كتيره جدا من الحيوانات. وبتقول لهم ان الوحوش اللي هنا خلصوا على كل الحيوانات وبعدها دخلوا على البشر، ولكن نت بيهديها وبيحاولوا يشوفوا حل، وطبعا ما بيكونش مصدقها. فبتقول له البنت دي انها جت هنا بمركب هي واصحابها، وبعدها خدتهم علشان خاطر توديهم للمركب دي علشان خاطر يهربوا من المكان. ولكن هم ماشيين في السكه بيلاقوا عربيه مقلوبه، ولما حد بيروح يشوف اللي فيها بيلاقوها مليانه فلوس. فعلى طول الشافي بيطلع السلاح اللي معاه وبيقول ان الفلوس اللي في العربيه دي بتاعته، وانهم لازم كل واحد فيهم يشيل شنطتين، واللي مش هيعمل كده هو هيضربه بالنار. فوقتها نت قال له انه صاحبه والتر مصاب ومش ينفع يشيل حاجه، فرفع تشافي عليه السلاح وقال له خلاص شيلهم انت. ووقتها نت ساب والتر علشان خاطر يتكلم مع تشافي، بس والتر بعدها بيطلع السلاح بتاعه بيحاول انه يقتل تشافي، ولما بيضرب بيلاقي ان المسدس بتاعه فاضي، فتشافي بياخد منه السلاح وبيقتله، وبعدها بيهدد الباقيين وكل واحد فيهم بيشيل شنطتين وبيمشوا من المكان. وهم ماشيين أليكس كانت هتقع في الفخ اللي الوحش عمله، ولكن نت قدر يلحقها على اخر لحظه. ولما وقفوا لقوا واحد من الوحوش كان مستخبي في المكان وحاول يهجم عليهم، لكن تشافي قدر يضربه بالنار. وبعد ما اتضرب الطلقه كان بيحاول انه يقف، ولكن تشافي بيخلص عليه تماما وبيشيل راسه وبيحطها على الفخ اللي كان عامله. وبعدها بيوصلوا للمركب اللي قالت عليها، ولما بيروحوا هناك بيشوفوا انها مركب نفخ صغيره مش بتشيل غير شخصين. وطبعا بما ان تشافي معاه السلاح والفلوس فهيركب هو والفلوس بتاعته، ونت الظابط مش هيركب اصلا، فكده المساجين هتهرب منه، فعلشان كده بيخرم المركب علشان خاطر محدش يهرب. ووقتها تشافي بيتعصب عليه جدا وبيمسكه يضربه. ووقتها واحد من الوحوش بيروح على مكان الفخ وهناك بيلاقي راس قريبه متعلقه على رمح، فبيتعصب جدا وبيكون زعلان. وفي الوقت ده بيتمشوا الشله في الغابه وبيحاولوا يشوفوا مكان يهربوا منه، ويكون كل 2 منهم مربوطين بكلبشات في رجليهم، يعني لازم يكونوا سوا في كل حركه. وهم ماشيين بيشوفوا مفاتيح متعلقه وسط الشجر، فتشافي بيروح عليها علشان خاطر ياخدها، لكن الراجل اللي معاه في الكلبش كان فاهم انه فخ، فبيشد الكلبش
الكبش بتاعه علشان خاطر يلحقه، ولكن هو بيروح مكانه وبيموت بطريقه وحشه جدا. وبعدها بيقول تشافي انه لازم دلوقتي يقطع رجل الراجل اللي مات ده علشان خاطر ينفع يتحرك في الغابه براحته بدل ما هو مربوط بالكلبش معاه. وعلى الطاير كده بنروح لمشهد في القسم، وهناك بنلاقي ان المأمور لسه شاغل باله حوار الناس اللي اختفت في الغابه، وبيفكر انه يبعت دوريه بحث ويكون هو معاهم. وبنرجع بقى للجماعه بيكونوا بيتمشوا في الغابه وبيلاقوا في مكان تبع الوحوش مقص كبير، فبيقدروا انهم يقصوا الحديد اللي في رجلهم. وبعد ما خلصوا لفوا وراهم لقوا العربيه اللي خبطت الاتوبيس اللي هي بتاعه الوحش وكانت مركونه، فبعتوا واحد علشان خاطر يشوف لو حد فيها ولا لا، عشان لو كده ياخدوها ويهربوا من المكان. والراجل بيكون في طريقه للعربيه بس بيقع في فخ، والوحش بيقدر يربطه بشبكه بتشرح الجسم وبيرفعه من على الارض وبيطلع يجري بالعربيه، وبيكون الراجل مسحول وراه. وبعدها بيبعدوا عن المكان وبيكونوا في طريقهم لبرج المراقبه، وفي واحد من المساجين بيعترض على الشنط وانها تقيله جدا وكده مش هيوصلوا لحاجه، لكن تشافي بيجبره انه يشيل الشنط اللي معاه. فالراجل بيتعصب عليه جدا وبيحاول انه يقتله، وبينزلوا الاثنين ضرب في بعض لحد ما تشافي بيقدر انه يفقدوا الوعي. وبعدها بيشوف ان نت واليكس الاثنين هربوا من المكان، فالراجل اللي اتبقى معاه قال له تعالى ندفن الفلوس هنا علشان نقدر نتحرك ونسيب علامه على مكان الفلوس، ولما نمسك نت واليكس نبقى نرجع ناخده. وفعلا تشافي بيقتنع، وبعد ما بيدفن الفلوس بيلاقي النت وبينزل في دار، لانه كان عارف ان نت بيكذب عليهم اصلا وان مفيش برج مراقبه في المكان، وانه بيحاول يكسب وقت لحد ما الشرطه تيجي، وكان ناوي يقتل نت. لكن وقتها بيلاقي في كلب بوليس بيعضه من ايديه، وبيكون مع الكلب ده المأمور اللي لما بيجي بياخد الاسلحه من المساجين وبيسيطر هو ونت عليهم. وبعد ما بيسيطروا على المساجين كانوا ماشيين من المكان، لكن وقتها بيسمعوا صوت الوحش من على الشجره وبيرمي رمح بيقتل بيه المأمور، وبسرعه بياخد تشافي السلاح بتاع المأمور وبيرفعه على نت. وقتها المسجون الثالث بيستعيد وعيه وبيلاقي قدامه الفلوس بتاعت تشافي، فبياخدها كلها وهو بيجري. ولما بيرجع تشافي علشان خاطر ياخد الفلوس لانه اطمن ان مفيش شرطه جايه، مش بيلاقي الفلوس مكانها. وقتها بيسمع صوت المسجون وهو بيرمي الفلوس في البحر وهو فرحان، وكان رايح يضربه لكن لقى الوحش بيرمي عليه قنبله مولوتوف وبيحرقه هو والفلوس. وبعدها بيختفي، فباقي الناس بيحاولوا انهم يلاقوا طريقه يهربوا بيها. وبعد ما بيمشوا شويه بيلاقوا العربيه موجوده قدامهم، فتشافي بيكون خايف لا يكون في فخ زي المره اللي فاتت، فبيهدد اليكس انها لو ما راحتش تشوف اذا كان في فخ ولا لا هيقتلها. وبتجري اليكس على العربيه وبينزل الوحش وبيخطفها وبيرمي عليهم قنبله مولوتوف علشان خاطر محدش يجي وراه، وبيحاول نت انه يجري وراهم علشان خاطر يلحق اليكس، لكن تشافي بيمنعه وبيقول له انه لو اتحرك هيقتله. وهم واقفين بيتكلموا السجين التاني بيضرب تشافي على راسه من ورا وبيغمى عليه، وكان هيقتله لكن نت منعه، ويمشي السجين من طريق ونت بيروح علشان خاطر يلحق اليكس. والسجين ماشي في الغابه بقى بيلاقي ان تشافي فاق، وتشافي بيضربه لحد ما بيغمى عليه، وبعدها بيروح علشان خاطر يدور على نت، ولكن وقتها بيلاقي قدامه الوحش. ولما تشافي حاول يضربه بالسلاح لقى وقتها ان السلاح اللي معاه خلص، فبيروح علشان خاطر يضرب الوحش من غير اسلحه، وقدر انه يوقع الوحش وكان خلاص هيقتله، لكن الوحش قدر يفك نفسه وضربه بالخطاف، وبعدها قتله وعلقه على الشجره. بس قبل ما الوحش يمشي خلص على الباقي، خد حته من دماغه علشان خاطر ياكلها في السكه. وبيوصل نت على مكان غريب وهناك بيلاقي اليكس مربوطه، وبيروح علشان خاطر يفكها، ولكن وقتها بيدخل عليهم الوحش وبيضرب نت، لكن اليكس قدرت تفك نفسها ومسكت رمح وضربت بيه الوحش، وبيتاكد نت ان الوحش مات، فبياخد السلاح والعربيه بتاعته وبيطلعوا على الطريق. وهما ماشيين بيلاقوا ان الوحش لسه عايش وينط على العربيه، ونت من الخضه بيعمل حادثه والعربيه بتولع. ولما بيحاول نت انه يخرج مش بيعرف، ولكن وقتها بيلاقي السجين اللي ضرب تشافي جاله علشان خاطر يطلعه من العربيه، وهما بيحاولوا يخرجوا بيجي الوحش وبيضرب السجين، لكن بيقدر نت انه يخرجه من العربيه وبيضرب الوحش بالخطاف اللي معاه، والمفروض انه كده مات. وبعد ما بيخلصوا على الوحش نت بيقول للسجين انه يمشي وهو هيبلغ الشرطه انه مات زي المساجين التانيين، لكن بلاش يعمل مشاكل ويرجع السجن تاني. وبيطلع عليهم الصبح وبتيجي الشرطه تنقذ نت والبنت. وبعد كام يوم بيجي نت لعربيه الفلوس علشان خاطر ياخد منها شويه، واول ما بيمسك الفلوس بيجي السجين اللي نت سابه يهرب وبيقتله علشان خاطر ياخد هو الفلوس. واول ما السجين بياخد الفلوس بنشوف ان في وحش في المكان وبيروح على السكين وبيخلص عليه. وبس على كده الفيلم بيخلص. ويا ريت لو عجبك الفيلم تعمل لايك وتشترك في القناه، تاخد بصه كده على فيديوهاتنا القديمه لان في شويه حاجات ممتعه في القناه. وبس على كده.